بيكم. معاكم احمد شحاتة من جريدة عالم رقمي. النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة محدش يعني ممكن يكون نسبة 5% بس اللي يعرفوها، وهي الانترنت المجاني عن طريق اتصالات مصر. هي الخطوات بسيطة جدا. اهم حاجة ان احنا طبعا يكون معنا موبايل اندرويد، يكون طبعا تاني حاجة هيكون معانا شريحة اتصالات، واخر حاجة ان احنا يكون في ابليكيشنز هننزله علشان نقدر نستخدم الانترنت. وطبعا الانترنت هيكون مجاني بدون اي فيز عليك. ولو حابب تتاكد من حاجه زي كده ممكن نجيب اي خط اتصالات ما يكونش فيه اي كريدت او اي باقه ونتاكد من النقطه دي. هنجرب ازاي نقدر نستخدم الابليكيشن. طبعا الابليكيشن موجود على جوجل بلاي، اسمه فري بيزكس باي فيسبوك زي ما احنا شايفين. طبعا عندي عامل انستولد. طبعا لو مش عارفين نعمل انستولد بعد ما نكتب هنا في السيرش برضو يعني هيكون زي التأكيد. دي كده الصفحة اهي الرئيسية الخاصة بجوجل بلاي. هنكتب فري بيزكس باي فيسبوك زي ما احنا شايفين. هنيجي هنا هنعمل له انستولد، هتكون بدل اوبن انستولد. بعد ما حملنا الابليكيشن هنروح للابليكيشن علشان نستخدمه. طبعا انا هنا مستخدم الواي فاي، فلازم علشان نقدر نستخدم الابليكيشن بصوره سليمه هنعمل كونكشن من خلال شبكه اتصالات. هنقفل الواي فاي ونعمل كونكشن عن طريق الداتا موبايل او الموبايل داتا. كده انا عملت موبايل داتا، عملت كده كونكشن عليه عشان برضو اكد لكم ان انا مش عندي يعني مفيش رصيد او مفيش باقة. هو بيلود لان مفيش اصلا انترنت عندي. تمام، ده كده باكد لكم ان انا ما عنديش اي انترنت في الموبايل علشان نتاكد ان الطريقه دي سليمه فعلا. وطبعا انا مجربها وسليمه 100%. كده خلاص اتاكدنا. هنفتح الابليكيشن بتاعنا عليه اهو. دي الايقونه بتاعته هيكون اسمه فري بيزكس. دي الصفحه الرئيسيه ليه، دي الخدمات المجانيه اللي هو بيقدمها لك عن طريق اتصالات مصر. هنختار فيسبوك بيانات اتصال مجانيه. طبعا معنى ان هو كده بيعمل لودنج يبقى هو كده الانترنت شغال. طبعا زي ما وريتكم قبل كده الانترنت ما كانش شغال على اي حاجه خالص غير الفيسبوك. هتصفح عادي الصفحه بتاعتي الخاصه بالفيسبوك. طبعا هنا عشان انا عايز اعمل داونلود لصوره طبعا دي لازم يكون ليها فيز. طبعا انما اتصفح الفيسبوك بتاعي عادي وبكتب كومنتات عادي واستخدمه مفيش اي مشكله، هستخدمه فري. انما ان انا اجي اعرض صوره مثلا معينه او فيديو معين طبعا هيكون ده ليه فيز زي ما احنا شايفين. ده الاستخدام الخاص بالابليكيشن على صفحه الفيسبوك.